بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات. الذكاء الاصطناعي ناس كتير بتقول عليه ان هو هيبدلنا كبني ادمين وهياخد شغلانتنا، وفي ناس بيقول ده ملوش لازمه، وفي ناس تالتة اساسا مش متابعه الموضوع ومش مهتمه. في الفيديو ده انا هعرفك ايه هي الثلاث حاجات اللي لازم تعملهم، او اللي انا بحاول اعملهم او عملت جزء منهم وبكمل عشان فعلا تقدر تطلع فلوس من ال AI او الذكاء الاصطناعي. صعبان عليا اسيب كل اللي بين ايدي وابدا من الاول من غير ما تمدلي ايد. في الحالتين بتعذب وانا بختار طريقي، معيش بصحابي ولا معايا كتير وحيد. ادركت اني لو بعت نفسي مش هحصل، خبيت احلامي كانوا عايزيني مناصفه، اتصالحت مع شعوري اني بقصر. ولو ما تعرفش انا مين او اول مره تشوفني، انا اسمي احمد علي، وانا احب اعرف نفسي كرائد اعمال او انتربرنور مش صانع محتوى. بدات اول شركه ليا في امريكا سنه 2024 وانا مصري وعايش في مصر وماليش اي علاقه بامريكا. بداتها وشريكي كان هناك، كل الحاجات ده في الفيديو الاولاني. وبعدها فتحت شركه في الامارات، الكلام ده كان في اخر 2025، وفي فيديو جاي بيشرح كل اللي حصل. اسمع علينا، انا بقولك الكلام ده عشان اقدر اشتري لنفسي ارضيه ان يمكن يكون الدروس اللي اتعلمتها واللي هم 3 يفيدك في المرحلة دي. أنا مش جاي أعلمك حاجة سواء تكنيكال أو ثيوريتيكال، أنا جاي أقول لك التجربة بتاعتي. فالفيديو ده هيبقى انطلاقة ليك إنك تقدر تعرف تروح تدور إزاي. وأنا بتعلم آخر حاجة بعايزها إني أعرف المعلومة. أنا دايما بعايز أعرف الخطة، إيه هي الرود ماب أو إيه هي الخطوات اللي أنا محتاج أمشي بيها عشان أعرف أتعلم. عمري ما مسكت كتاب وبدأت أقرأ فيه، لازم بقرا الفهرس علشان اعرف ايه هي الخطوات اللي جايه، انا ماشي رايح فين. فده الفهرس. لو انت عايز فعلا تعرف انت رايح فين، لازم تشوف الفيديو ده للاخر وتفهم الفهرس اللي انا توصلت له ليا، مش السابق. ومن هنا انت هتعرف تروح فين. بس لازم تعرفوا ان الذكاء الاصطناعي ده مش حاجه سحر انت هتتعلمها وتبدا تعملها، عشان الذكاء الاصطناعي ده حاجه اوريدي كان موجود زيها كتير زمان، مش زيها فعليا بس دايما بيبقى فيه اختراعات. زمان كانوا بيركبوا خيل الكر والحاجات دي، بعد كده عربيات مهكعة، ثم وصلنا للي احنا فيه. بس في النهاية العربية مش هتخليك تعمل فلوس. العربية هي أداة ممكن تساعدك انك تعمل فلوس لو استخدمتها عشان تعمل فلوس. ومن هنا نقدر نبدأ نقول ال3 حاجات. طيب خش في الموضوع على طول. أول حاجة انك فعلا لازم تعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي. وهنا ان ال AI مش بس شات جي بي تي اللي انت بتكلمه، الموضوع مرعب، الموضوع اكبر من كده بكتير. وانا عارف انك سمعت الجملة دي، طب اعمل ايه، ابدأ منين؟ ارمي نفسك في البحر يا صاحبي، ارمي نفسك في البحر وابدأ شوف ايه الحاجات اللي موجودة حواليك. ما بقاش شات جي بي تي بس، بقى جيميناي، كلود، اوبن كلاو، اولاما، جروك، بقى كل حاجة وكل حاجة ليها استخدام. وفي اصلا ان وفي الموضوع لو انت حطيته قدامك ان يا لهوي ده بحر كبير وانا هغرق مش هتبدأ فيه ومش هتتعلمه. بس لو بدأت فيه كأنها لعبة، وفي اللعبة دي انت قاعد بتتدرج في المستوى وعارف انك هتخش ملط، وشوية وشوية انت هتفهم الحتة دي وهتفهم الحتة دي وهتفهم الحتة دي وبتتسلى، والموضوع فعلا فضول. هو ده اللي بيحصل. محدش بيعرف يتعلم حاجة جديدة إلا في حالتين: لو فرضت عليه، ولو عنده فضول ان هو يتعلمها. لو بدأت من غير ما يبقى عندك فضول غالبا هتوقف في النص او قبل النص كمان. فانت لازم تنشئ فكرة الفضول، اللي هو انا هقدر اعمل ايه بالتولز دي. مش عايز اعمل فلوس، انا هقدر احسن حياتي ازاي بيها، هقدر ازاي اتعلم احسن، هقدر ازاي اعيش احسن، هقدر ازاي اساعد نفسي. ومن هنا انت هتقدر تتعلم ازاي تساعد الناس. وهنا اللي هينقلنا للنقطة التانية، عشان اول لما تبدأ تعرف ازاي تساعد الناس تقدر تعمل فلوس. في المرحلة بقى التانية، وهنا افترضنا ان انت اتعلمت ازاي تطلع فوائد من ال AI، عشان هو مش بس شات، في agents، في automation، في حاجات كتيرة بتتعمل. انا مش هقدر اشرحها في الفيديو ده كفيديو واحد، وما اظنش ان انا اشرحها عشان انا مش شخص تكنيكال اوي. انا شخص بعمل الحاجات دي وبقدر الاقي ناس بتعرف تعمل الحاجات دي كويس فتعملها لي. بس ما علينا. في اللحظة اللي انت هتبقى بقيت قادر تطلع من الحاجات دي outcome، بقيت تعرف تفهم يعني ايه كود، مش تكتبه عشان انت مش هتحتاج تكتبه، تفهمه، تفهم تتعامل معاه، تفهم ازاي تسوق العربية. انت هتبقى اعتبرت ان ال AI ده عربية وانت بتسوقها. اول لما تتعلم السواقة
انت هتقدر تعمل بالعربيه دي مهام وتقدر تروح بالعربيه دي اماكن. مش لازم تبقى مهندس ميكانيكا عشان تعرف تسوق العربيه. فانت مش محتاج تكون ديفلوبر، مش محتاج تكون واحد بتاع كود، مش محتاج تكون واحد فعلا هندسي او تكنيكال او رياضي او علشان تعمل ده. انت بس محتاج تتعلم تسوق العربيه، ودي اسهل بكتير من انك تصنعها او تصلحها. دلوقتي احنا اتعلمناها وعارفين نعملها كانك عارف تسوق العربيه، ده مش هيدخلك اي دخل، مش هيخليك تروح اي حته. لو انت ما نويتش انك تاخد العربيه ودي وتروح المنطقه الفلانيه مش هتروح، فانت بقيت تعرف تسوقها. لازم تبقى عارف بقى انك ازاي تستخدمها في انك تدخل فلوس، ودي حاجه ملهاش علاقه بالذكاء الاصطناعي خالص ولا بالاي اي ولا بالحاجات دي كلها. دي حاجه موجوده بقالها سنين، وهو البيزنس. والبيزنس ده هو انك ازاي تلاقي فرصه، او ازاي تلاقي احتياج، وازاي تعرف ان في زباين او في عملاء محتاجين الخدمه دي. والخدمه دي عشان انت بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي تعرف تبنيها، مش علشان انت ديفلوبر، لا، انت عشان بتاع بيزنس فاهم او فهمت او عرفت ان في احتياج في النقطه دي وبتعرف تستخدم ده. فهتوقع فكره انك محتاج تتعلم كودينج او محتاج تتعلم حرفه معينه، لا، انت هتستخدم الاي اي يعمل لك الحاجه دي، يسد الاحتياج ده بيها. فانت بعد ما بتعرف ده او في خلال وانت بتعرف ده انت بتروح تتعلم بيزنس او بتروح تتعلم ايه اصول انك تعمل شغلانه على حسب انت عايز ايه. خلي بالك انت ممكن تكون عايز تبقى صاحب شركه، ودي هتبقى اصعب فكره انك انت محتاج تتعلم بيزنس كامل. او انت عايز تبقى فريلانسر، ودي من اسهل الحاجات عشان انت بس محتاج تعمل خدمه واحده، وبتقدر تخش على منصات زي ابورك ولا فريلانس ولا اي حاجه وتلاقي فعلا الناس عندها احتياجات، وتلاقي ان فعلا الناس منزله شغلانات. فانت بتقدر تروح والله انا لقيت الاحتياج ده ولقيت الناس عايزه دي، تقدر تخش على لينكد ان وتبدا تسال ناس صحاب شركات، سواء هم عايزين موظفين او هم عايزين شركات يتعاملوا معاها. لو دخلت على الشغلانات اللي الناس عارضينها على اب وورك او على اي منصه هتعرف احتياجاتهم. فتاني حاجه هو انك تعرف الاحتياج، عشان اول ما تعرف الاحتياج ساعتها هتقدر تروح للذكاء الاصطناعي وتتعاملوا مع بعض واللي هو يلا نسد الاحتياج ده. عشان مفيش حد هنا هيقدر يديك فلوس غير وانت بتسد له احتياج. فكر في اي حاجه شفتها بتتباع قدامك هي سد احتياج. لو جيت تشتري اكل تسد جوع او تفاصيل، يعني يوم اقرب. لو جيت تشتري تيشيرت فانت عندك احتياج للتيشيرت، وزيهم زي الخدمه. وعلشان انت واحد بتبدا من الصفر فانت محتاج تقدم خدمه، عشان انت ما عندكش راس مال تشتري منتج تبيعه. احنا متفقين على الكلام ده اعتبار انك بتبدا من الصفر. وده هينقلنا لنقطه رقم 3. طب انا عندي ان انا بعرف استخدم الاي اي وعرفت احتياجي، عرفت ان المطاعم او العيادات، انا كنت بقول المثال ده لواحد صاحبي كان بيكلمني في الموضوع. العيادات بتعمل اعلانات على الفيسبوك او على اي حته وبيجي لها عملاء، فالعملاء دي نصها بيطير عشان ما بيحجزوش في لحظتها. فانت لقيت عندهم احتياج لذكاء اصطناعي او تشات بوت، ان هم اول لما يخشوا يتكلموا مع العياده الذكاء الاصطناعي يرد عليهم في لحظتها ويقول لهم عايزين تحجزوا امتى ويحجز لهم. فده احتياج، ان هم بدل ما يبقوا معينين حد شغال 8 ساعات بس يرد على المسجات، لا، في حاجه هتبقى صح 24 ساعه هتقدر ترد على المسجات. دي مثلا فكره، طبعا ما تاخدهاش عشان تشوف كم واحد شافها، وهي يعني خدها ما علينا. وهنا انت لقيت ان العيادات عندهم الاحتياج ده، هتعمل ايه؟ هينقلنا ده للنقطه رقم 3، انك بتعرف تطلع منتج او بتطلع خدمه وعندك الاحتياج فعلا، متاكد الناس محتاجه دي، انت مش هتبيع عشان انت مفتقد لاهم حاجه ولا هي العملاء. هتعرف تجيب عملاء ازاي؟ معظم الناس عارف ان في احتياج، معظم الناس ما بتعرفش تجيب عملاء. واننا ما كناش بنركز في موضوع العملاء، هو ده اللي خلى شركه امريكا يحصل لها دروب. في فيديو هنعمله بيتكلم عن الموضوع ده وعن ال3 طرق الوحيدين بلس حاجه بونص انك تقدر تجيب بيهم عملاء. غالبا انا عملت فيديو عنه بس هعمل فيديو احسن. بس اخر حاجه عشان ندي بريف عنها، وانس ان انت قدرت تجيب عملاء للشركه بتاعتك او ليك كفريلانسر او تقدر تجيب وظائف لنفسك كواحد عايز تتوظف، هي دي النقطه اللي هتخليك قادر بقى تستخدم الاي اي وقادر تستخدم البحث. ال3 حاجات دول هم اللي انت محتاج تتعلمهم. ازاي تقدر تستغل الحاجه اللي انت بتعرف تعملها او ما بتعرفش تعملها، على حسب. لو انت عندك حاجه اوريدي انت بتعرف تعملها تقدر تستخدم الاي اي. لو ما عندكش، بالاي اي بتقدر تشيل الحاجز بتاع البرمجه. طبعا انت مش هتبقى زيك زي المبرمج،
بس تقدر تغطي 80% من الاحتياجات، وبعدها تفهم يعني ايه بيزنس، ويعني ايه اصلا احتياجات، ويعني ايه اوفر، ويعني ايه مصطلحات كتيرة في البيزنس. وبعدها تبدأ تتعلم ازاي تلاقي عملاء. نصيحة بقى، لو انت خدت الموضوع ده على صدرك او خدته ستريس او هبدأ النهاردة كموتيفيشن او كتحفيز، انسى نفسك، مش هتستمر. لو خدت الموضوع ده كضغط ولازم اعمله وي وازاي انا فضلت في الفيديو ده وما ادتنيش ازاي هعمل ده، برضو انسان. بس لو انت شخص الوحيد والنسبة قليلة فعلا اللي شايفة الكلام ده وبتفكر فيه ان ازاي توصل له، هي دي التلات pillars او التلات قواعد اللي هتمشي فيهم. تبدأ بقى تدور في كل حتة على اليوتيوب. اول لما تبدأ تعمل فلوس شوية هتقدر تروح تشتري كورسات من ناس مرتبوا لك ده. انت حر، مش لازم تشتري كورسات، اليوتيوب كفاية. انا كأحمد احب الكورسات عشان بيبقوا مرتبين كل حاجة، بس يوتيوب تمام روح. الفكرة كلها بتتلخص في ان هي دي الثلاث حاجات اللي فعلا انت محتاجهم، واول لما تتعلمهم انت مش هتحتاج تشتغل عند حد تاني. وكمان لو حبيت تشتغل عند حد هو هيبقى مش قادر يفرط فيك. مشكلة فيديوهاتي ان هي من غير سكريبت، وان انا بخش اتكلم في حاجات فعلا انا بفكر فيها وممكن ما تكونش متنظمة، بس هي دي احسن طريقة بتكلم فيها، ودي احسن طريقة ان انا اطلع فيها المعلومات اللي في دماغي. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، والفيديو الجاي هيكون بعنوان من مهندس مصري حديث التخرج لصاحب شركة في الامارات، وهحكي ايه اللي حصل معايا من سنة 2024 مرورا ب25 لما قعدت في أمريكا أكتر من 5 شهور، ونهاية ببعد ما فتحت شركة الإمارات وأنا قاعد دلوقتي وأنا بعمل إيه. واللي أنا بعمله مش بعيد خالص عن اللي أنا بحكي لكم عنه ده. بس كده، بحبكم، سلام.